ماذا لو غضبت روسيا وأعلنت حربا على الولايات المتحدة؟ فهل هي قادرة على ذلك؟ إذن دعنا نقوم بمقارنة العتاد العسكري. يمتلك الجيش الروسي 1,100,000 جندي عامل مع احتياطي يقدر بحوالي 2,000,000 جندي. في المقابل الجيش الأمريكي يضم 1,400,000 جندي عامل بالإضافة إلى 442,000 جندي في قوات الاحتياط، ما يجعله من أقوى الجيوش في العالم. أما من حيث القوة الجوية فتمتلك روسيا 4,255 طائرة حربية، في حين تمتلك الولايات المتحدة 13,209 طائرة حربية، ما يمنحها تفوقا واضحا من حيث العدد والتكنولوجيا. من حيث الميزانية العسكرية تنفق روسيا 109 مليار دولار سنويا، مع توقعات بزيادتها إلى 245 مليار دولار في عام 2025. لكن هذا يبقى قليلا مقارنة بالولايات المتحدة التي تتصدر عالميا بميزانية تبلغ 831 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل أكثر من 7 أضعاف الميزانية الروسية. أما في مجال الترسانة النووية فتتفوق روسيا بعدد 6,000 رأس نووي، وهو أكبر مخزون نووي في العالم، مقارنة بالولايات المتحدة التي تمتلك حوالي 5,400 رأس نووي. إذن من سيفوز يا ترى؟ ضغطة زر قد تعلن فناء العالم. في ظل الوضع الدولي سيناريو الحرب النووية لم يعد مستبعدا. روسيا أحد قطبي العالم النوويين تعرف هذه الحقيقة جيدا، فكان لابد من ملاذ آمن يلجأ إليه الرئيس في حال وقوع الكارثة. موقع أمريكي كشف عن مخبأ نووي سري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد خطأ فادح لشركة مقاولات روسية عرضت عن طريق الخطأ تفاصيل موقع بوتين أو الملجأ النووي الخاص به ضمن استعراض لإنجازاتها التي تعود لعام 2010. المخبأ يعرف باسم مخبأ يوم القيامة، وأنشئ تحسبا لأي حرب نووية. يوجد تحت هذا القصر الفاخر، ويتكون من نفقين منفصلين يمكن الوصول إليهما عبر مصعد كهربائي يهبط ل50 مترا تحت سطح الأرض. النفقان مغلقان بالإسمنت السميك ومزودان بكل ما يلزم للعيش على قيد الحياة لأسابيع. بني هذا المخبأ تحت هذا القصر، طل على البحر الأسود، ويحيط به نحو 17,000 هكتار من الغابات، ويحظر الطيران فوقه. المهندسون الذين صمموا قصر فلاديمير بوتين فكروا في كل شيء. المجمع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار يتمتع بكل أنواع الرفاهية، فيه كنيسة خاصة وقبو للنبيذ، كما يحتوي على حلبة للتزلج على الجليد. ليس بوتين فحسب من يستعد لتلك اللحظة. الرئيس الأمريكي أيضا لديه مخبأ مجهز ليوم القيامة النووي أسفل البيت الأبيض، كما أن الغريم التقليدي الحالي للرئيس الروسي رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي هو الآخر لديه ملجأ يقيه من لهيب وإشعاع القنابل النووية. فلوديمير زيلنسكي ومساعدوه أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مختبئين في ملجأ سري تحت الأرض. الملجأ معتم ويحرسه عدد كبير من المسلحين. لكن ماذا عن الأشخاص العاديين؟ أين سيلجؤون في حال اندلاع حرب نووية؟ إن لم تكن الحكومة مهيئة لهذا النوع من التهديد، فبعض الشركات لديها الحل، تبني للعميل ملجأ نوويا تحت الأرض مجهزا بالكامل يتسع ل25 شخصا، والتكلفة تتراوح بين 50 و150 ألف دولار. أما من لا يستطيع تأمين مبلغ كهذا فربما لن يحول بينه وبين دمار القنبلة النووية سوى القدر.